بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في موديول 10 من كورس ال PMP. الموديول ده أهم خطوة قبل ما تدخل الامتحان، لأنه بيركز على التكنيكس والاستراتيجيات اللي هتساعدك تعدي الامتحان من أول مرة إن شاء الله. هنتكلم مع بعض عن 4 محاور أساسيين. أول حاجة إزاي تذاكر بطريقة efficient وتوفر وقتك ومجهودك. تاني حاجة إزاي تتعامل مع الموك إكزام وال PMI sample questions وتستفيد منها بأقصى درجة. تالت حاجة إزاي تدير وقتك جوه الامتحان، لأن ال4 ساعات محتاجين تايم مانجمنت ذكي جدا. رابع حاجة وأهم نقطة المايند سيت اللي لازم تفكر بيها علشان تجاوب situational questions صح، لأن الامتحان كله تقريبا مواقف مطلوب تختار البيست نيكست أكشن. الموديول ده هدفه إنك تدخل الامتحان وإنت فاهم المنهج وفاهم طريقة الأسئلة ومسيطر على الوقت، وبكده إن شاء الله تخرج منه above target في الامتحان بإذن الله. السلايد دي مهمة جدا لأنها بتعرفك شكل امتحان ال PMP بالكامل قبل ما تدخله. لو فاهم الفورمات كويس هتذاكر صح وهتحل صح وهتدير وقتك صح. أول حاجة الامتحان فيه 180 سؤال على 230 دقيقة، يعني تقريبا دقيقة وربع لكل سؤال. علشان كده التايم مانجمنت مهم جدا، والكويس إن فيه 2 بريك، كل واحدة مدتها 10 دقايق، واحدة بعد السؤال 60 والتانية بعد السؤال 120. الامتحان بيكون كمبيوتر بيست سواء في تيست سنتر أو أونلاين أي بروكتورد. نخش على نوع الأسئلة. هنلاقي مالتيبل تشويس ودراج أند دروب وهوت سبوت اللي بتضغط فيها على منطقة في الصورة، وكمان شوية أسئلة fill in the blank بتبقى بسيطة. التوزيع بتاع الإكزام كونتنت أوتلاينز كالتالي: 42% على البيبول، 50% على البروسيسز، و8% على البيزنس انفايرومنت. وده اللي بيقول لك ال PMI بتمتحنك في ايه بالظبط. كمان لازم تبقى فاهم الميثودولوجي ميكس، نص الامتحان تقريبا اجايل زائد هايبريد والنص التاني بريدكتيف. وده سبب ان اغلب الاسئله بتبقى situational question، يعني مش حفظ، مواقف حياتيه، ولازم تفكر ك PMI project manager وتختار البيست نيكست اكشن. لو فهمت السلايد دي تبقى دخلت على اول الطريق الصح في التحضير للامتحان. السلايد دي بتشرح لك أهم تغير حصل في امتحان ال PMP، وهي إن الامتحان بقى بيعتمد على البين بوك 7 مش على حفظ البروسيسز والنولج اريا زي زمان. ال PMP دلوقتي بيختبرك في طريقة التفكير مش في طريقة الحفظ، يعني لازم تفهم إزاي تستخدم المبادئ البرنسبلز والأسلوب الصح في اتخاذ القرارات داخل المشروع. أول حاجة البين بوك 7 فيه 12 برنسبل، زي الستيوارد شيب يعني مسؤولية شفافية، والتيم كولابوريشن، والستيك هولدر انجيجمنت، والفاليو فوكس، والسيستم ثينكينج، والليدرشيب، والتيلورينج. وده كله بيدور حوالين انك تدير المشروع بعقلية محترفة ومرنة، مش مجرد خطوات ثابتة. تاني نقطة البرفورمانس دومين، ودول 8 دومين مترابطين وبيغطوا دورة حياة المشروع كاملة، زي الستيك هولدرز والتيم والدليفري والبلاننج والانسرتينتي والميجرمنت. الامتحان بيشوف هل انت فاهم تربط الدومينز دي ببعض ولا لا. تالت نقطة الفاليو ديليفري سيستم. هنا ال PMI عايزك تفهم ان المشاريع مش مجرد تاسكات، الموضوع كله ان المشروع بيقدم فاليو حقيقية للمنظمة او الشركة. رابع نقطة التيلورينج اند هايبريد ثينكينج، وده شيء مهم جدا لان دلوقتي مفيش نموذج واحد ينفع لكل المشاريع. لازم تعرف تعمل تيلورينج وتختار هل المشروع ده عايز اجايل ولا بريدكتيف ولا هايبريد. خامس نقطة الإكزام كونتنت أوتلاين أو الإيكو دومين انتجريشن، وهنا بقى الامتحان بيجمع كل حاجة البيبول والبروسيسز والبزنس انفايرمنت، وبيسألك أسئلة بتدمج التلاتة مع بعض في سيناريو واحد. الخلاصة إن امتحان ال PMP دلوقتي عايز يشوف إنك فاهم ومطبق مش حافظ، وعايز يشوف إنك بتفكر زي ال PMI Project Manager في المواقف الحقيقية، وده اللي هنركز عليه طول الموديول. السلايد دي بتشرح لك أول خطوة لازم تبدأ بيها قبل مذاكرة ال PMP، وهي إنك تعمل study plan فعالة وواضحة. من غير خطة هتذاكر كتير لكن مش هتوصل لأفضل نتيجة وهتتعب قبل الامتحان. أول نقطة understand الإيكو زائد البين بوك 7. لازم تبدأ بالإكزام كونتنت أوتلاين والبين بوك 7 برنسبلز، دول المرجع الأساسي لفهم طريقة التفكير اللي الامتحان بيختبرك عليها. تاني نقطة identify الويك areas. اعمل diagnostic تيست صغير هيبين لك انت قوي في ايه وضعيف في ايه، وده هيوفر عليك وقت كبير في المذاكرة.
تالت نقطة set weekly milestones. قسم مذاكرتك على شكل weekly goals، مثلا أسبوع للأجايل وأسبوع للدومينز وأسبوع ل 300 سؤال. كده هتحس إنك ماشي بخطوات واضحة. رابع نقطة combine multiple method. ما تعتمدش على طريقة واحدة في المذاكرة، اقرأ، شوف فيديوز، حل أسئلة، ناقش أصحابك. المذاكرة المتنوعة بترسخ المعلومة أكتر. خامس نقطة apply spaced repetition، يعني راجع كل فترة بشكل متدرج. الطريقة دي يعني scientifically proven أو معتمدة أو مثبتة إنها بتثبت المعلومة في اللونج تيرم ميموري. وفي الآخر الوقت المناسب للتحضير بيكون من 8 ل 12 أسبوع، يعني تقريبا ساعة أو ساعتين يوميا حسب خبرتك في البروجكت مانجمنت. الخطة دي لو طبقتها كويس تخليك تدخل الامتحان ثابت وواثق إن أنت مستعد إن شاء الله. السلايد دي بتجمع أهم الطرق اللي فعلا بتفرق في مذاكرة ال PMP. مش كل طرق المذاكرة زي بعض، في طرق فعلا بروفن وبتسرع الفهم وتثبت المعلومات. أول طريقة التيتش باك ميثود، ودي من أقوى الطرق أو التكنيكس. اقعد اشرح الموضوع لحد، حتى لو هو مش فاهم في البي ام بي، أو سجل لنفسك فيديو صغير. لو قدرت تشرحه بوضوح يبقى فعلا فاهم، ولو وقفت هتعرف إن في جاب ولازم تسدها. تاني طريقة فلاش كاردز أند مايكرو سامريز. اعمل فلاش كارد سواء رقمي أو ورقي فيها الكي تيرمز والكونسبتس والفورمولاز، وكمان لازم تكتب مايكرو سامريز، ملخص سطرين أو فقرة صغيرة عن كل دومين من البين بوك 7 دومينز. الطريقة دي بتخليك ترتب دماغك. تالت حاجة الديلي براكتس كويستشنز، حل كل يوم من 30 ل 50 سؤال. دي أهم خطوة في التحضير. البي ام بي اكزام مبني على الباترن ريكوجنيشن، كل ما تحل أكتر هتفهم نمط الأسئلة أكتر. ودي طريقة اسمها الأكتيف ريكول، ودي ساينتيفيكالي أقوى طريقة لتثبيت المعلومات. رابع نقطة ميكس الأجايل زائد البريدكتيف. ما ينفعش تذاكر أجايل وحده ولا بريدكتيف وحده، لازم الاتنين، لأن الامتحان 50-50 تقريبا. ولازم تبقى فاهم السؤال ده بينتمي لمين، أجايل ولا بريدكتيف، علشان تجاوب بالمايند سيت الصح. آخر نقطة understanding over memorization، وده حجر الأساس في البي ام بي. الامتحان مش بيختبرك في الحفظ، بيختبرك ليه نعمل communication، ليه نعمل preventive action، ليه نرجع للستيك هولدر. كلها reasoning مش حفظ definitions. لو التكنيكس دي بقت جزء من روتينك، يعني أضمن لك إن مستوى الفهم عندك هيزيد 3 أضعاف، وهتحل الامتحان بمايند سيت بي ام اي الحقيقي. السلايد دي من أهم السلايدز في الموديول كله، لأن الموك إكزام هي أقوى أداة تقدر تجهزك فعلا البي إم بي إكزام. بس خليني أقول لك حاجة مهمة، ناس كتير بتاخد الموك غلط وبتضيع قيمة التدريب نفسه. أول نقطة تيك فول تايم موك إكزام، لازم تحل الموك كأنه الامتحان الحقيقي. 180 سؤال في 230 دقيقة، مفيش بوز، مفيش جوجل، مفيش مراجعة تفتحها. وده بيدربك على القدرة على التحمل وعلى استراتيجية السرعة، وبيعلمك تتعامل مع الضغط الحقيقي يوم الامتحان. تاني نقطة analyze every mistake. مهم جدا إن بعد ما تخلص ما تبصش للسكور بس، لازم تفهم ليه الإجابة اللي اخترتها غلط وليه الإجابة الصح صح. هنا بيحصل الريال ليرنينج وبيبدأ مستوى الفهم يزيد فعلا. تالت نقطة track question pattern. ركز كويس في نوعية الأسئلة اللي بتوقعك، هل هي agile ولا predictive ولا stakeholder questions ولا risk. سجل ده وارجع ذاكر الجزء اللي بيوقعك. رابع نقطة strengthen weak domain. لو في دومين جبت فيه أقل من 70% ده معناه إنك لازم ترجع له تاني وتذاكره كويس قبل ما تعمل أي موك جديد. خامس نقطة simulate real environment. اقعد على الكمبيوتر في مكان هادي، استخدم الحمام قبل ما تبدأ بالظبط زي يوم الامتحان. الهدف إن عقلك يتعود على الإكزام انترفيس والضغط والوقت. الجول إنك تعمل من 2 ل 3 فول موك إكزام وتجيب فيهم 45% consistently above قبل ما تحجز الامتحان الحقيقي. لو طبقت الخطوات دي صح هتلاقي يوم الامتحان أسهل بنسبة 60%، لأنك داخل فاهم كل حاجة ومتعود على شكل الأسئلة. بنتكلم عن التكنيكس في حل أسئلة امتحان البي ام بي، لأن الامتحان في الأساس هو سيتويشنال، يعني مش حفظ لكنه مواقف، والبي ام اي عايزة تشوف إنك هتفكر إزاي. خليني أشرح لك الخمسة تكنيكس دول بطريقة بسيطة وقوية. أول حاجة read the last line first. أول ما تشوف السؤال ما تبدأش من الأول، اقرأ آخر الجملة. ليه؟ لأن آخر جملة هي السؤال الحقيقي. ممكن يكون what should the project manager do next أو what is the best course of action. لما تعرف المطلوب هتقرأ السيناريو كله بتركيز صح. تاني حاجة identify the context، وده أهم مفتاح في حل الأسئلة.
لازم تعرف السؤال ده بيتكلم عن إيه، أجايل ولا بريدكتيف ولا هايبرد. شوف كلمات زي سبرنت، ايتريشن، باكلوج، بيزلاين، تشينج ريكوست. الكلمات دي بتحدد المايند سيت اللي البي ام اي عايز إجابة عليه. تالت حاجة eliminate two wrong answers. في 90% من الأسئلة هتلاقي اختيارين واضحين إن هم غلط، شيلهم على طول. ليه؟ لأن كده بترفع نسبة احتمال الإجابة الصح وبتقلل الديسيشن فاتيج. رابع حاجة focus on the best next action. البي ام اي مش عايزة الحل النهائي، هي عايزة النكست لوجيكال ستيب. يعني لو حصل مشكلة أنت مش هتجري تصلح على طول، أنت هتعمل إيه؟ أنت هتكومينيكيت، هتانلايز، هتيك بريفنتيف أكشن. البي ام اي بتركز على الترتيب الصحيح واتخاذ قرار يخدم التيم والستيك هولدرز. خامس حاجة فلاج اند ريتيرن ليتر. لو سؤال وقفك، لو عدى دقيقتين فلاجت وروح، يعني علم عليه وروح للي بعده. عقلك اللاواعي هيكمل يفكر، ولما ترجع له في الآخر هتلاقيه أسهل. لو لقيت نفسك محتار بين اختيارين، اختار الإجابة اللي فيها stakeholder engagement و proactive communication. البي ام اي بتحب الشفافية والتعاون والمبادرة، ومش بتحب إنك تتحرك لوحدك أو تاخد قرار فردي من غير ما ترجع للناس اللي ليهم علاقة بالمشروع. لو طبقت الخمس خطوات دول هتلاقي معظم الأسئلة المعقدة بتتحل في ثواني، وهيفرق معاك جدا في situational questions اللي بتشكل أغلب الامتحان. Time management during the exam. طبعا يا جماعة الموضوع ده مهم جدا، لأن كتير من الناس بتذاكر كويس جدا لكن بتسقط في البي ام بي بسبب سوء إدارة الوقت. خلونا نشرح الموضوع بطريقة بسيطة. احنا عندنا 1.27 minutes per question، يعني عندك 230 دقيقة و180 سؤال، يعني في المتوسط حوالي دقيقة و16 ثانية لكل سؤال. ده معناه إنك لازم تحافظ على steady pace أو سرعة ثابتة ومتضيعش وقت على سؤال واحد. عندك 60 سؤال في كل ساعة، الهدف إنك تخلص تقريبا 60 سؤال كل من 75 ل 80 دقيقة. لو مشيت على السرعة دي هتوصل لآخر الامتحان ومعاك وقت مراجعة. طيب، عندنا 2 بريك، تمام، استراتيجي. عندك استراحتين كل واحدة 10 دقايق، بعد سؤال 60 وبعد السؤال 120. استخدمهم صح، اقف واشرب مية وخد نفس، وده بيرستر دماغك وبيخليك تكمل باقي الامتحان بنفس التركيز. عندك 15 minutes for review. احرص دايما يكون عندك من 15 ل 20 دقيقة في آخر الامتحان عشان ترجع للأسئلة اللي انت كنت عامل لها فلاج. البيسنج تشيك بوينتس، ودي العلامات اللي لازم تبص عليها خلال الامتحان. بعد 60 سؤال المفروض يكون فاضل حوالي 155 دقيقة. بعد 120 سؤال المفروض يكون فاضل حوالي 80 دقيقة. بعد 160 سؤال المفروض يكون فاضل حوالي 25 دقيقة، وده وقت المراجعة. لو الأرقام دي بتمشي معاك يبقى أنت كده ماشي بيرفكت. what to do if you are behind. لو لقيت نفسك متأخر عن البيس المطلوب، ما تقلقش، أهم حاجة don't panic. ما تفزعش، زود سرعتك شوية بس من غير ما تضحي بالدقة. الأسئلة اللي بتاخد وقت اعمل لها فلاج وروح للي بعدها، وافتكر إن التدريب بتاعك في الموكس اللي هو هينقذك. آخر حاجة، ما توقفش عند سؤال واحد، كل الأسئلة بنفس الدرجة، فاقضي وقتك في الأماكن اللي تستاهل. وده فعلا أهم درس في إدارة الوقت في امتحان البي ام بي. يوم الامتحان هو اليوم اللي كل شغلك وتعبك فيه بيتجمع، والاستراتيجية اللي هتتبعها في اليوم ده بتفرق بنسبة من 30 ل 40% في النتيجة. خلينا نمشي نقطة نقطة. أول حاجة prepare your environment early. لو هتمتحن أونلاين من بيتك أو من مكان شغلك، جهز مكانك من الليلة اللي قبلها. مكتبك نظيف والكاميرا شغالة والصوت مظبوط والمكان هادي وما فيهوش أي distractions. وده مهم جدا لأن الأونلاين بروكتور بيوقف الامتحان لو فيه أي فوضى في المكان. ولو هتمتحن في تيست سنتر روح بدري نص ساعة. تاني حاجة تيست يور سيستم أند إنترنت. قبل الامتحان ب 24 ساعة شغل السيستم تشيك اللي البي ام اي بتطلبه. اتأكد إن النت ثابت واقفل أي برامج ملهاش لازمة، وسيب بلان بي احتياطي لو النت وقع، وده بيوفر عليك توتر كبير يوم الامتحان. بعد كده فولو يور بيسنج بلان. ما تخليش التوتر يغير خطتك. التزم بالتايمنج استراتيجي اللي اتدربت عليها في الموك اكزام. بص على الساعة عند المايلستونز اللي قلنا عليها قبل كده، ولو محتاج تزود السرعة شوية اعملها من غير ما تضيع accuracy أو دقة. بعد كده stay calm وهيدريت وبريث. لو حسيت إنك متوتر خد نفس بعمق مرتين واشرب مية في وقت البريك، وافتكر إنك مستعد كويس وإنك داخل امتحان اتدربت عليه كتير. الهدوء في البي ام بي بيساوي علامات أعلى. بعد كده ريفيو الفلاجد كويستشنز. آخر 15 أو 20 دقيقة
ارجع للأسئلة اللي كنت عاملها فلاج، وكتير جدا الإجابة بتكون أوضح بعد ما تفكر في باقي الأسئلة، وده وقتك الذهبي لتحسين درجتك. The night before، ما ذاكرش جامد، راجع ملخصاتك ونام بدري. ثقتك يوم الامتحان هتيجي من التحضير اللي عملته خلال الأسابيع اللي فاتت، مش من ليلة الامتحان والكرامينج اللي بيحصل فيها. طبعا قبل ده كله تستعين بالله، ولو طبقت خطوات يوم الامتحان دي صح هتدخل الامتحان جاهز وهادي ومركز، وده أهم عامل النجاح في البي ام بي. Mindset for situational questions. امتحان البي ام بي مش بيختبر معلوماتك قد ما بيختبر طريقة تفكيرك. البي ام اي عايزة تشوف هل بتفكر زي البروجكت مانجر المفروض يفكر. السيتويشنال كويشنز هي من 70 80% من الامتحان، وعشان تجاوب صح لازم يكون عندك البي ام اي مايند سيت. خلونا نمشي واحدة واحدة. communicate first. أول قاعدة في البي ام بي، لو مش عارف تعمل إيه communicate. أتواصل مع الستيك هولدر، وضح، اسأل، بلغ. البي ام اي بتحب الترانسبيرنت والتايملي كوميونيكيشن. في أغلب الأسئلة التواصل هو الإجابة الصحيحة. بعد كده preventive over corrective. البي ام اي دايما بتفضل الوقاية قبل العلاج، يعني تخطط كويس وتعمل ريسك مانجمنت وتمنع المشكلة قبل ما تحصل، مش تنتظر لحد ما الأزمة تقع وبعدين تتحرك. بعد كده serve the team servant leadership. البروجكت مانجر دوره مش بوس، مش مدير، دوره servant leader، خادم، ويشيل العوائق ويساعد الفريق ويسهل التعاون، ويفهم إن الفريق هو اللي بيحقق النجاح الحقيقي للمشروع. بعد كده engage stakeholders early. البي ام اي بتركز بشكل كبير على الستيك هولدرز، لازم تشاركهم من البداية وتسمع لهم وتاخد فيدباك وتضمن إن عندهم باي إن. لو في سؤال فيه ستيك هولدر غالبا الحل هو الرجوع والتواصل قبل أي خطوة تانية. بعد كده الفاليو ديليفري فوكس. كل سؤال تقريبا لازم تسأل نفسك إيه اللي هيحقق فاليو أكتر. البي ام اي عايز بروجكت مانجر بيفكر على مستوى الفاليو مش على مستوى التاسك. بعد كده اسكليت وين ابروبريت. الاسكيليشن مش أول خطوة، تحل المشكلة على مستواك الأول، ولو فعلا محتاجة اسكيليشن ساعتها ترفعها للسبونسر أو المانجمنت، لكن بدون تهويل وبدون سكيبنج الخطوات التواصل والتحليل. الخلاصة إن think like a servant leader who collaborate, communicate proactively and focus on delivering value. لو فكرت بالطريقة دي هتجاوب صح على 80% من أسئلة الامتحان. الفاينل سكسس تشيك ليست. هنا الخلاصة، لو عملت الست خطوات اللي هنا كويس بإذن الله هتدخل الامتحان وتطلع منه above target من أول مرة. خلينا أشرح لك كل نقطة ببساطة. أول حاجة study الإكزام content outline زائد البين بوك 7 principles. دي أول خطوة، لازم يكون عندك فهم حقيقي للإكزام content outline والبين بوك 7 principles والperformance domain. ودي مش مجرد نظرية، ده اللي بتمشي عليها إجابات الامتحان. لو فهمت البرنسبل هتعرف تجاوب صح على situational questions. تاني حاجة حل solve 1000 question. البي ام بي مش امتحان مذاكرة، ده امتحان براكتس. لازم تحل على الأقل 1000 سؤال بجودة عالية من كل الدومينز وكل الميثودولوجيز، الأجايل والبريدكتيف والهايبر. ده بيبين لك الباترن ريكوجنيشن ويخليك تفهم طريقة البي ام اي. تالت حاجة كومبليت أكتر من 2 فول موك اكزام. الفول موك اكزام هي أكتر حاجة بتقربك من النجاح الحقيقي. اعمل على الأقل امتحانين كاملين 180 سؤال تحت ضغط حقيقي، وحاول تجيب above 75% قبل ما تحجز الامتحان. رابع حاجة apply correct time management. اتدرب على البيسنج استراتيجي، 1.2 دقيقة للسؤال، واعرف التشيك بوينتس بتاعتك بعد 60 سؤال وبعد 120 سؤال وبعد 160 سؤال. لو أتقنت إدارة الوقت الامتحان هيبقى أسهل بكتير. خامس حاجة answer with PMI mindset، ودي أهم واحدة فيهم. جاوب بالمايند سيت اللي البي ام اي عايزها. communicate proactively, serve your team, engage stakeholder, prevent instead of correct, focus on value delivery. ده بيمثل 70% من النجاح في البي ام بي. 6. stay calm and confident. اعتمد على الله واعتمد على اللي ذاكرته وعلى نفسك واللي اتدربت عليه. الهدوء والثقة جزء أساسي من الامتحان. الموضوع مش حظ، الموضوع preparation، استعداد وتجهيز. your formula for success knowledge زائد practice زائد time management زائد PMI mindset زائد confidence بتساوي first attempt pass بإذن الله. ولو مشيت على الست نقط دول إن شاء الله هتدخل الامتحان وأنت جاهز بنسبة 100%. دلوقتي أنت فعليا جاهز تدخل امتحان البي ام بي بثقة. السلايد دي بتلخص كل اللي اتعلمناه ويتأكد إنك بقيت ماسك كل الأدوات اللي هتوصلك للنجاح
من أول محاولة بإذن الله. What you have mastered. أنت دلوقتي فاهم الإكزام structure and format، شكل الامتحان وتوزيع الأسئلة وأنواع الكويشن تايبس، البين بوك 7 principles and domain، المبادئ والدومينز اللي بيمشي عليهم الامتحان، الefficient study planning، ازاي تعمل study plan مظبوطة وتذاكر بذكاء مش بكم، الموك اكزام strategies، وازاي تستخدم الموك لتقوية مستواك الحقيقي، وده الأساس اللي بيبني عليه أي حد عايز ينجح في البي ام بي. طيب your competitive edge، الميزة التنافسية اللي عندك دلوقتي إن الكويشن سولفينج تكنيكس، إزاي تحل أسئلة السيتويشنال بالطريقة اللي البي ام اي نفسها بتنصح بيها. التايم مانجمنت التاكتكس، توزيع الوقت، التشيك بوينتس، وإزاي تحافظ على البيسنج أو السرعة. الإكزام دي استراتيجي، خطة واضحة ليوم الامتحان من أول سنة لآخر سنة. البي ام اي سيتويشنال مايند سيت، المايند سيت اللي يميز الناس اللي بتطلع above تارجت. انت كده مش بس مذاكر، انت مجهز نفسك بشكل صحيح. الخطوة الجاية علشان تعمل آخر أبجريد قبل الامتحان، راجع الستادي بلان، حدد البراكتس سيشنز، احجز الإكزام ديت، وافتكر إن أهم حاجة الفوكس والكونفيدنس، يعني التركيز والثقة. التحضير خلص، اللي فاضل هو إنك تطبق اللي اتعلمته بثقة. رسالة أخيرة: Success is where preparation meets opportunity. وانت عملت البريبريشن ودلوقتي جه وقت الاوبورتونيتي. وصدقني آلاف الناس نجحوا بنفس الاستراتيجيات اللي اتعلمتها النهارده، وانا واثق انها تكون من ضمن الناجحين. ادخل الامتحان وانت عارف انك جاهز، وبإذن الله تكون بي ام بي سيرتيفايد قريب جدا. ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.